ومع ميلاد الإسلام على الجهة المقابلة للسواحل الصومال المطلة على البحر الأحمر، تحول تلقائيا التجار والبحارة والمغتربين الصوماليين القاطنين في شبه الجزيرة العربية إلى الإسلام، وذلك من خلال تعاملهم مع أقرانهم من التجار العرب المسلمين. ومع فرار العديد من الأسر المسلمة من شتى بقاع العالم الإسلامي خلال القرون الأولى من انتشار الإسلام، بالإضافة إلى دخول أغلبية الشعب الصومالي إلى الإسلام سلميا عن طريق المعلمين الصوماليين المسلمين الذين عملوا على نشر تعاليم الإسلام في القرون التالية، تحولت الدويلات القائمة على أرض الصومال إلى دويلات ومدن إسلامية مثل مدن مقديشو وبربرة وزيلع وبراوة ومركا، والذين كونوا سويا جزءا من الحضارة البربرية. وقد عرفت مقديشو بعد انتشار الإسلام في الصومال باسم مدينة الإسلام، كما تحكمت في تجارة الذهب في منطقة شرق إفريقيا لقرون طويلة. وفي العصور الوسطى سيطرت على طرق التجارة العديد من الإمبراطوريات الصومالية القوية، منها إمبراطورية عجوران والتي حكمت المنطقة في الفترة بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر للميلاد، والذي برعت في الهندسة الهيدروليكية وبناء الحصون، وكذلك سلطنة عدل والتي كان قائدها الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي الملقب بالفاتح، أول عسكري إفريقي يستخدم المدفعية العسكرية على مدار التاريخ خلال حربه ضد إمبراطورية الحبشة. في الفترة الممتدة بين عام 1529 وحتى عام 1543، وأيضا حكام أسرة غوفرون والتي أرغمت سيطرتهم العسكرية حكام مدينة لامو من سلاطين الإمبراطورية العمانية على دفع الجزية للسلطان الصومالي أحمد يوسف رابع سلاطين أسرة غوفرون، والذي حكم في الفترة الممتدة بين عامي 1848 وحتى عام 1878. وخلال القرن التاسع عشر وبعد انعقاد مؤتمر برلين عام 1884، أرسلت الإمبراطوريات الأوروبية العظمى جيوشها إلى منطقة القرن الإفريقي بغية السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية في العالم، مما دفع الزعيم محمد عبد الله حسان مؤسس الدولة الدرويشية إلى حشد الجنود الصوماليين من شتى أنحاء القرن الإفريقي، وبداية واحدة من أطول حروب المقاومة ضد الاستعمار على مدار التاريخ. استطاعت الصومال في البداية مقاومة الاستعمار، حيث تمكنت دولة الدراويش من صد هجوم الإمبراطورية البريطانية 4 مرات متتالية، وأجبرتها على الانسحاب نحو الساحل. وهزمت دولة الدراويش في عام 1920 عندما استخدمت القوات البريطانية الطائرات خلال معاركها في أفريقيا لقصف تلح عاصمة الدولة الدراويشية، وبذلك تحولت كل أراضي الدولة إلى مستعمرة تابعة للإمبراطورية البريطانية. كما واجهت إيطاليا نفس المقاومة من جانب السلاطين الصوماليين، ولم تتمكن من بسط سيطرتها الكاملة على أجزاء البلاد المعروفة حاليا بدولة الصومال إلا خلال العصر الفاشي في أواخر عام 1927، واستمر هذا الاحتلال حتى عام 1941، حيث تم استبداله بالحكم العسكري البريطاني، وظل شمال الصومال مستعمرة بريطانية، في حين تحول جنوب الصومال إلى دولة مستقلة تحت الوصاية البريطانية، إلى أن تم توحيد شطري الصومال عام 1960 تحت اسم جمهورية الصومال الديمقراطية. ونتيجة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية مع مختلف الأقطار الوطن العربي، تم قبول الصومال عضوا في جامعة الدول العربية عام 1974، كما عملت الصومال على توطيد علاقاتها بباقي الدول الإفريقية، فكانت من أولى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، كما قامت بدعم ومساندة المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا ضد النظام الفصل العنصري، وكذلك دعم المقاتلين الإريتريين خلال حرب التحرير الإريترية ضد إثيوبيا، وكونها إحدى الدول الإسلامية. وكان الصومال واحدة من الأعضاء المؤسسين لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك عضوا في منظمة